Taiwan and Egypt together. Welcome to Minya Egypt. Welcome to Minya Egypt. Bienvenido a Egipto. كما هي الحياة تتجدد، نلتقي من جديد لنواصل رحلتنا مع مهرجان مراكب الشمس. فبالقرب من ضفة النيل كانت خلود مصر العظيمة على أرض المنيا عروس صعيد مصر. اتخذ مهرجان مراكب الشمس مكانه ومكانته كأحد أهم الفعاليات الفنية والثقافية على مدار أعوام طويلة. وهذا العام يضاف لمكانة المهرجان خصوصية أكبر، اهتمام ورعاية تزيد من عزمنا على مواصلة تنظيم هذه الفعالية وتطويرها، آملين أن تحقق أهدافها الفنية والثقافية وتضيف أهدافا أخرى لتكون ضوءا من تاريخ مصر ينير طريق المعرفة والتأمل والإبداع لأجيال قادمة تستحق منا كل هذا الجهد. يعني من البيوت هنا في أوضاع عالية على أحمد سليم جنبه نفس الحاجة برضه. حضرتك أنا بستلهم من الطبيعة. أنا عامل 76 معرض خاص ما بين مصر وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، والحمد لله أعمالي في 10 متاحف. فأنا بستلهم في جامعة المنيا حضرتك؟ لا، أنا في جامعة القاهرة. الدكتور في جامعة القاهرة؟ لا، في العلاقات العامة، نائب رئيس العلاقات العامة. أنا بستلهم من الطبيعة المصرية، بسافر النوبة والوادي الجديد والمنيا وكل مكان، بروح المكان أشبع منه واستلهم منه وأقول من وحي النوبة، من وحي الوادي الجديد، من وحي المنيا، عشان ده مش مكان حضرتك هتروح تمسكه إن هو نفس اللاندسكيب. لا، أنا بعمل تكوين كومبوزيشن من مجموعة أماكن. اللاندسكيب اللي قدامنا اللي هو بتاع النيل، زاوية سلطان، روح الحياة الطبيعية بتاعتنا بتاعت الناس الصعيدة البسطاء الجمال أهالينا، وبعمل منه تكوين فني. بتعمل بكم معرض على مستوى العالم حضرتك؟ أنا 76 معرض.
شاركت فيه؟ وده خاص، ده انا مشارك في اكتر من 2000 معرض جماعي ومشترك، واعمال الحمد لله في متحف الفن الحديث. ده تشريف لينا عشان نشوف حضرتك. الف شكر يا فندم، شكرا. الله يخليك، الله يخليك، الف شكر. ماشي، عايزنا الناحيه دي. اتفضل ايوه. انيس الزغبي، فنان تشكيلي، فنون جميله 16. اهلا بيك. اللوحه هنا بنقول ان الطفوله هي رمز المستقبل. فالطفوله فيها نوعين، النوع البائس اللي هو واخد اللون الغامق هنا ده، وبعدين قلنا يبقى فيه تفاؤل احسن. هي بتشوف ده مخزون هنا، لما نحس هنا نلاقي فيه فراغ موجود اللي هو مخزون القلم كله. وبعدين بقى مسكت في ايدها في الاخر الايه، السنبله بتاعت اللوتس، زهره اللوتس اللي هي رمز المصريه القديمه يعني. على اساس ايه؟ واللون الاخضر لعب دور هنا في الايه، هنا طبعا في حزن في الالوان شويه، وبعدين قلنا الاخضر رمز التفاؤل والنماء، يعني على امل ان يبقى في حياه يا رب ان شاء الله. حضرتك شاركت في كم معرض قبل كده؟ لا كتير قوي يعني، من 76 يعني. بتشارك في المعارض؟ من 76 معارض عالمية برضه؟ من هنا ومن هنا يعني، من ناحيتين يعني. انت حضرتك قاهري ولا؟ قاهري 76. من القاهره فين بحضرتك؟ انا حلوان. حلوان. جميلة أول دفعة. اول دفعتك؟ هي اول دفعه في فنون اول دفعه فنون جميله أول جامعه حلوان. لا مش اول دفعه، اول الدفعه مش اول. اول الدفعه؟ اول الدفعه يعني انت حضرتك اول دفعتك. ايوه سميها باسم بس لا ما شاء الله عليك. الله يخليك، شكرا يا دكتور. ربنا يديك صحه. الله يكرمك. عم الله الفنانين. الله لا الله يكرمك. الله يكرمك، تسلم. في أعمال في الكويت يعني اعمال رسميه كمان، اعمال. وفي السفاره هناك انا عملنا فريق وعملنا تجميل للسفاره المصريه في الكويت، كان ايام السفير وجد ابو زيد. والحمد لله يعني احنا مشاركين في الساحه بشكل يعني فعال يعني. بنشوفك نشرفنا في الله المحافظه، نستفيد منك في المحافظه. نتشرف بحضرتك. والله. نتشرف بحضرتك. هستناك. خلاص ماشي مع الله يخليك. تجميل القاعه بتاعتنا تحت دي اللي هي لا عينينا لان هي قاعه تراثيه والمبنى اصلا تراث. ايوه. فاحنا طبعا محدش عارف يوصلنا للجوده فيه. لا ان شاء الله الجوده موجوده. لقيت اللي حضرتك بتدور عليه. الجوده موجوده يعني، ده كمين يعني. ايوه جايبينك. شاكر فضلك. عينينا للمحافظه. الله يخليك. المنظر ده مستوحيه من الضفه الشرقيه من النيل، يعني من محافظه المنيا او من مدينه المنيا، اللي هي الجبال بتاع المنيا والنخيل والشروق الشمس والمنظر النيل وبعض الصيادين اللي هم في النيل. حضرتك شاركت في كم معرض قبل كده؟ لا كتير قوي. يعني قد ايه استاذ محسن كام يعني؟ انا عملت معرض خاص 16 معرض. ايه؟ 16 معرض، حوالي 16 معرض. فين بقى؟ معرض خاص في القاهره. وعملت بره في بيروت معرض غير 16 دول. انما اشتركت في معارض كتيره جدا مشتركه داخل القاهره او داخل مصر. في ان شاء الله. انا سعداء بيك. شكرا في المانيا والله. ونورتونا. شكرا. اللوحة دي بتاعت الأستاذ فتحي إدريس، هو غالبا متأخر شوية. هو عبارة عن حروف وقرص الشمس، ودي يعني رموز. هو بحاول يعمل الهالة دي حوالين الشمس مع الحروف عشوائية، مسميها هو حرفيات، مزج ما بين الحروف وما بين الطبيعة والشمس. أنا جيت هنا وبغيت يعني أصلا من اشتغل شي حاجة عندها علاقة مع مصر، فأنا ديجا سبق لي جيت من سنوات، ويعني كانت زيارة سياحية وشفت متاحف ومعابد ومقابر وكل شيء، ولكن احتفظت بالصورة ديال التمثال الكاتب اللي كاينة في كاتب ايه؟ تمثال الكاتب اللي كاين الرايتر اللي كاين في المتحف، وخدمت على نفس لا بوزيسيون ديالو، يعني على نفس الوضعية، وشوية يعني إضاءة علاقة بالشمس ولا بمراكب الشمس، يعني حاولت ندخل عناصر اللي عندها علاقة بمصر ولا بتراث مصر. مركب الشمس يعني فوالا. سناء اشتركت في معرض قبل كده برضه؟ فين هنا في مصر؟ لا اشتركت. أول مرة؟ مصر أول مرة. وخارج مصر بقى اشتركت؟ خارج مصر شاركت في إسبانيا، في فرنسا، هولندا، والمغرب طبعا. خطيرة. هو عشان تيجي يعني، والتأشيرة كانت يعني خدت وقت وبذلت مجهود كبير طبعا أحلى عشان حاجة من المغرب. بارك الله. سميرة بتعمل كمان الصبايا بتوع المغرب دول أجمل ناس. ايوه دي لوحة بتاع الأستاذ مجار،
بشرى ده من منطقة من جبل الطير، هو راسم جبل الطير وراسم رمز مركب، والنخل طبعا طبيعة، منظر طبيعي. حضرتك ازاي الصحة؟ اولا انا سعيد جدا ان يبقى في هذه التفاعلية الثقافية والفنية في محافظة عريقة زي محافظة المنيا. شكر كبير جدا للفنان اسماعيل ولدعم حضرتكم المحافظة ليهم، ودي حاجة مشرفة ان يبقى في استقطاب لدول وتبقى المنيا بوتقة ثقافية، فده شيء يعني هايل يحسن للمحافظة ان شاء الله. شكرا دكتور. الله يكرمك. شكرا. يعني كان سيادة المحافظ عايز تعبر لي عن الصورة. لا هي زي الموسيقى ما بتتشرحش. يعني هي حاجة تأمل وتتعاش. طب قول لي تأمل عشان أتأمل شوية. ايوه. هو يعني وحي النخلة اللي هي اللي ملفتة للنظر هنا اهو في المنطقة هنا النخلة، والنخل ذات الأكمام، فتتشاف زي ما تتشاف. تتشاف زي ما تتشاف، المشاهد يعيش معاها ويحسها زي ما بيحس الموسيقى. الموسيقى ما بتتقالش ما بتترجمش، بتتحس. فالفن التشكيلي زيه زي الموسيقى. الكلام ده كان في اسبانيا في الدكتوراه بتاعتك يا دكتور ولا اسبانيا لا الحاجات دي؟ لا مش اسبانيا، مصر طبعا. انت اسبانيا ايه؟ مصر الاقدم. حضرتك هي شغل في العالم كله، مقتنيات في العالم كله الحمد لله. يعني ليا مقتنيات في 27 دولة في العالم في 5 قارات. الدفعة الأولى اللي اتخرجت من فنون المنيا وعالم من سنة علامات 83. بنتشرف طبعا بيه جدا. اهلا بحضرتك. طبعا اول مرة يمكن يعني يحضر الله يخليك. اهلا بحضرتك. شرفت بكل فنان تشكيلي، وانا سعيد ان انا ما سكتش بصراحه. وانا اتمنى ان اسماعيل يواظب على هذا الملتقى سنويا، ما يهملهوش، ويزيد عدد الزوار وعدد الضيوف من دول تانية في العالم. يا ريت، اتمنى ده يعني. اقل من سنة ان شاء الله. ان شاء الله. اول مرة احنا عملناها 4 مرات، ده الرابع. يعني اول مرة نلاقي دعم من سيادة المحافظ لا في الموضوع ده. كل مرة كنا احنا بنجتهد، لكن دلوقتي يعني انا لسه راجع من السيمبوزيوم بتاع سيوة، يعني على اللي انا شفته هنا حاجه هايله، حاجه هايله بجد، يعني على التنظيم والاداره نفسها هايله هايله. اهلا بحضرتك. سعداء بيك. الله يخليك. اهلا بحضرتك. المنيا يعني شرفت بيكم بصراحه. الحمد لله ان انا شارككم يعني. الله يخليك يا فندم. انا اول حاجه خريجه 2009 على المنيا، فنون جميله وتصوير زيتي. جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبعد كده دخلت الزمالك، كملت ماجستير ودلوقتي دكتوراه، ودرست في المنصورة، وكنت هتعين في اسيوط. يعني لفيت الجمهورية كلها. هي ميرسي. وان شاء الله الفترة الجاية عايزين نعمل نشاطات ثقافية كمان بالتعاون مع سان بوتس في الصمالوط. فان شاء الله. ميرسي. باي حد يطفو حاجه من البهجه في طاقه ايجابيه، يخلوها طاقه ايجابيه، مش كله طاقه سلبيه. ده من ذوق حضرتك. لا. هي هنا المتحف الاتوني طبعا، ودي مراكب الشمس، والمنظر ده اوريدي من الفندق من هنا. تمام. هي الفكره انه كأن المركب دي رايحه في اتجاه المتحف، حاجه بتربط بين القديم والجديد. يعني ان شاء الله ان شاء الله اكيد. يعني عايزين في وقت حضرتك الموضوع ده ينجز يعني ان شاء الله. وعايزين احداث كتير في المنيا برضو، تفاعليات كتير فنيه وثقافيه. اكيد اكيد اكيد. شارك اي حد فرحته. ميرسي. اللي حضرتك بذلته. ميرسي جدا لحضرتك. يكون فيها اضافه لمحافظه المنيا وليكم والله. عروس الصيف. طبعا لازم. اهلا وسهلا بحضرتك. هي اللوحه احنا استوحيتها من المكان العبقري اللي اختاروا اخناتون عشان يقيم فيه المقبره، اللي هو ما بين جبلين وبيطلع منهم قرص الشمس اتون، اللي هو كان بيرمز بيه للاله الاوحد. فانا عملت ميكس ما بين قرص الشمس وما بين الوش، عشان كده عامله مش ملامحه مش واضحه هو مين بالظبط. هو رمز، هو كمان رمز، مش بيعبد رمز او بياخد رمز، لكن هو في الاصل رمز. عشان اكد هويته كاخناتون حطيته اللي هو معاه ال4 بنات بالهويه اللي كانوا بيرسموها او بالاسلوب اللي كانوا بيرسموه، وما قيل عن توت عنخ امون ان هو احد ابنائه او ابنه الاوحد. فانا حطيته وخليته باهت شويه في الخلف على اساس هو اللي هيقود المسيره من بعد. وحطيت هنا رمزين غزالين اللي هم بيرمزوا لاقليم الغزال بني حسن، وما بينهم فجر سيد المنيا كلها
قدر الامكان. انت عايش معانا في المنيا؟ احنا من المنيا بس انا من الملاوي، كليه فنون جميله اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك، وشرفت كنت عضو في المحافظه في لجنه التجميل لجنه التجميل والتطوير 4 أو 5 سنوات يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. ودي المفروض ان هي نفرتيتي بالقلاده بتاعتها، يعني هي اسره بتعبر عن المكان كله المنيا. وهنا نهر النيل، وربطت ما بين نهر النيل وما بين الفنون الشعبيه اللي هو ده امتداد لده، يعني كله في جو واحد. والثلاث مستويات الميه والخضره والجبل ثم السماء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا سعداء جدا. انا رؤوف عبد الحفيظ، خريج فنون جميله دفعه اسماعيل. اهلا وسهلا بحضرتك. ومخرج في التلفزيون وبالبرامج الفنيه في قناه تامنه. انا بشكر حضرتك جدا طبعا على الدعم والاحياء الحركه الفنيه في محافظه المنيا، وكمان بنشكر حضرتك جدا على الرحله الجميله اللي طلعناها معاهم، ودي كانت هي الملهم للوحه بتاعتي دي. انا عامل تصميم جداري ينفع لوحه جداريه، يعني يتنفذ بالموزاييك وكده. فيه الرمز بتاع محافظه المنيا وقرص الشمس بتاع اخناتون، ودي المقبره الملكيه، دي بوابه المقبره الملكيه، لان هي لها فلسفه ان هي بين جبلين، والجبل بتاعنا ده بتاع المنيا مش موجود في اي حته ثانيه، ففي لمسات معينه كده من عوامل التعريه بتاع الهواء والميه وكده بس. ومركب النيل بقى ومراكب الشمس، فاللوحه مختصره يعني تصميم جداري. ربنا يسعدك. عبر عن حقيقه على محافظه المنيا. ربنا يحفظك. شكرين. شكرا. الاستاذ خالد عبد الراضي من المنيا. نفس اللوحه اللي شفناها بس دي مقطع منها، نفس اللوحه اللي هو نفس التصميم ده والخضار ده. جاي واخده منين بقى دي برضه؟ من هنا، من الفيو هنا، احسن من الفيو هنا في المنيا موجود، ان الجبل وميه وخضره والسماء فعاملين سيمتريه الالوان مع بعض. جميل. محمود عبد المعز خريج المنيا هنا. انا بقدم حاله الصفاء والهدوء في طريقه من طرق المودرن ارت، وبضيف الكولاج زي ما سعادتك شايف، وبضيف ورق الجرايد بطريقه جديده يعني. شكرا سعاده الوزير. شاركت في القاهره. شكرا سعاده الوزير. الفنان مصطفى محمود مصور في التلفزيون عندنا قناه 7 وخريج فنون جميله، وبرضه حاول هو يختصر المنظر اللي هو شايفه من برضه حورس. عمل الشمس والاشجار والميه. ده منظر من على النيل مباشرة الساعة 1 أول امبارح من نفس المكان هنا بالظبط بتاعه. وكان في شوية هواء شداد، حاولت أعبر عنهم. أنا بحب أصلا جبل المنيا ده والمنظر من على النيل. المنيا من أجمل المناظر الموجودة في مصر كلها، فحبيت أعبر عن المنظر لأن كان جاذبني من زمان. أنا دخلت كلية المنيا فنون جميلة المنيا سنة واحدة، حولت فنون القاهرة، وبقالي حوالي 30 سنه ما جيتش المنيا. فلما جيت وحشني المكان، وحشني المنظر ده، فحبيت اسجله. وبعد كده اللوحه الثانيه بقى عملتها تعبيريه عن صعود اتون. الله يخليك بنورك. الله يخليك. لا انا مش من المنيا، انا الاصل من اسيوط، من بنعدي في الاصل، يعني العيله من بنعدي، لكني مقيم في القاهره بقى من حوالي 30 سنة، يعني من ساعة ما خلصت الكلية. الله يخليك. وبشتغل في التلفزيون المصري في التلفزيون في التنويات. الله يخليك. نفس الكلام الفنان اللي عامل مركب الشمس كان موجود، عامل مركب الشمس ورمز نفرتيتي والاجراس دي الشمس. عمرو هنا مجموعة لوحات اللي جاية من بره، اللي هم إن شاء الله هيجوا المرة الجاية. يعني دي من ألمانيا. ألمانيا؟ ألمانيا. عندنا هنا سنة كده، عندنا هنا رومانيا، السويد. دي لوحات يعني هم بعتوها عشان تتعرض. عشان تتعرض. عندنا هنا كوريا، تايوان. عندنا هنا امريكا، الفنان الارجنتين، صاحبة مارينا صاحبتها
هنا برضو فرنسا، بس هي يعني عايشة في فرنسا بس دي رومانيا. كوسوفو نفس الصورة فوتوغرافية. أرجواي. ارسم دي رومانيا برضو، رسمة كله رسم بالمناسبة حضرتنا يعني هم راسمين مخصوص لينا. ده يعني القبطان مسمينه هو القبطان من كوريا. هنا كمان السويد. اخيرا دي هنا ايران. اهلا وسهلا فندم، فرصه سعيده فندم، الله يخليك. حسين يحيى يا فندم، رسام مناظر بقناه الصعيد وفنان تشكيلي على قد يعني، وعازف عود ومطرب يعني. انا لما رحت تونة الجبل ورحت مدينه اخناتون والمقبره اخناتون ومدينه وقصره في تل العمارنه، عجبتني الحكايه والاسطوره، فحبيت اعبر عن رحله صعود اخناتون لفوق للالهه اتوم. فخدت نماذج من رحلته في الاخره والتحنيط، وبعد كده صعود الروح، وبعد كده تقابلها البعث والآلهة بتاعتها وهم في مراكز الشمس، وده كأن تعبير عن العالم الآخر يعني. الله يخليك. الله يخليك، ميرسي، شكرا. Nice to meet you. I come from in Taiwan. I'm Tracy. Yeah, and help exhibition. That's second tour. Yeah, so I take my work like the boss. by the boss in Egypt. بعض الحاجات من ايجيبت، المستوحاه نفسها من بعض الاشياء اللي في ايجيبت، الطبيعه نفسها. And the other one is it's Taiwan, is locals, the Titan, and with Egypt, by the sun boss is peace and happy together. سلام. This one دي بقى لها مناسبة إن هي شافت is السنة اللي فاتت زي الناس first one. والمرة دي أصرت إنها تيجي، فدي اللي إيه مسكوها نجيبهم وكده. نفرتيتي. هي عاملة مزج يعني بين الرموز التايوانية والحضارة الفرعونية. It's Minya image. Horus. هي هنا مصورة منيا حورس او سوري حورس، والجزء ده اللي هي من خلال رحلاتنا واحنا رايحين لبني حسن وتل العمارنة، هي شافت مشاهد وسجلتها سكتشات عملتها هنا. بالنسبة للوردتين بيمثلوا مصر وتايوان. 就是这两幅画就代表是我们和埃及、台湾和埃及之间的一种和平、一种相处、一种他们这样。المزج كل القرى الصغيرة اللي شافتها وهي هي اسلوبها حالم جدا ورومانسي قوي. فعلا. The image in the river. هنا في مبنى وفي مباني والبيوت اللي هي شفناها اثناء رحلتنا. طبعا. انا تاني. اول حاجه هنا العمود ده احنا شفناه في العمود ده احنا كنا في بني حسن، شفنا في احد المقابر غالبا مقبره خيتي، شفنا فيها العمود، وطبعا في اختلاف في العماره بين كل فتره والتانيه، فده كان اكتر حاجه يعني مميزه. وهنا ده النيل طبعا، وده الجبل، ودي المقابر الموجوده في زاويه سلطان. ولما بنبقى فوق الجبل بنبقى شايفين الاراضي الزراعيه كلها عباره عن مساحات متقسمه بنفس الفكره دي بالظبط. الشمس هنا احنا رحنا تل العمارنة برضو، وفيها المقبره بتاعه او المعابد والقصر بتاع اخناتون، فهو بيدعو للتوحيد. والشمس دي عباره عن الرمز اللي بيقول انه احنا في قوه فوق في الشمس او ورا الشمس. One Sambot, two Sambot, three Sambot, four Sambot. Smile back. Sambot. هي دايما ماريا كريستينا بيبقى عندها فكره ان هي بتعمل تسامي او حاجه لها دعوه بالروح العليا والحاجات الذاتيه، هي دي فكرتها دايما. بينها بين روحها وبين عوالم تانية، فبتحس ان هي هنا في اللوحه دي ان السامبوت هنا او المراكب الشمس
في اتصال بينه وبين عوالم تانية، ممكن عوالم دي قديمة، ممكن عوالم جاية. والرموز المصرية القديمة طبعا كلها موجودة، عين حورس ورموز تانية كتير، والأهرامات هنا ونهر النيل ورانا. كل ده هاند ميد طبعا. أنا سعيد إن جيت المنيا بعد 37 سنة من التخرج. أنا اتخرجت من جامعة المنيا من كلية الفنون سنة 88 الدفعة الأولى، وبعد كده كملت الماجستير والدكتوراه في جامعة حلوان، ودرست بقى داخل مصر وخارج مصر، يعني لفيت كباحث وكفنان يعني الحمد لله. فده كان الأستاذ إسماعيل شرفني بالدعوة إن أنا أجي الملتقى، وعملت الثلاث لوحات دول بعد زيارة الآثار في بني حسن وتل العمارنة. فطبعا اللوحة حضرتك نوع من التسابيح بين الملك والملكة، وطبعا الرمز الأساسي بتاعنا اللي هو رمز الهرم الأساسي، والرمز الشمس اللي هو بيعبر عن قيمة التوحيد في عصر إخناتون. طبعا عامل البحيرة المقدسة اللي فيها السمك وفيها الطيور كتعبر عن البيئة المصرية. أنا حصلت على الأوسكار ترينالي بولندا الدولي للجرافيك، والحمد لله عملت معارض في مصر والعالم، وحصلت على مجموعة جوائز كتيرة في العالم. الله يخليك. تكون على طول معانا في المنيا إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله. نفس الحكاية، دايما كانت العلاقة بين الرجل والست في الحضارة المصرية القديمة هي الأساس اللي بتقوم عليه الحضارة، وهي الأساس اللي بيحصل منه النمو والكلام ده. طبعا التعبان هو رمز للشر يعني، لأن هو لازم يقتات على ودول يعني أبناء الحضارة بتاعتنا، فهم قاعدين مش جنب الفخار، والفخار طبعا أساس الأول صناعة يعني اكتشفت واتعملت واتطورت في مصر، قاعدين كنوع في المعبد او المحراب ان هم بيتعبدوا يعني. دي اللوحه الثانيه بقى. اللوحه الثالثه برضو نفس المناجاه بين الملك والملكه، والدعم من الطيور ومن الاسماك واولاد الملك والملكه، ورمز الشمس اللي بيعبر عن الوحدانيه وعن علاقه الزوج بالزوجه الجميله يعني. والجولات اللي هم كانوا فيها، وايضا الندوات اللي تمت هنشوفها من خلال هذا الفيلم القصير. وفي اجواء يبدأها الشغف والاكتشاف تداول الفنانون في اروقه التاريخ بين اطلال بني حسن وتل العمارنه، حيث تتحدث الجدران عن اساطير المضت، وحيث رسمت مراكب الشمس منذ آلاف السنين على جدران المعابد لتكون رمزا للعبور، للخلود، ولرحلة الإنسان بين الشروق والغروب. أستاذة ماريا كريستينا. أستاذ لبيب. فين لبيب؟ تسمع المايك يلا. دكتور محسن عبد الاله. دكتور محسن. اللي بعده. خش سلمى. دكتور محسن اتفضل. أستاذ حسين يحيى اتفضل. أستاذ خالد عبد الراضي. سارة حسين. سارة الفنانة الجميلة بتاعتنا اتفضلي. أستاذ محسن أبو العزم اتفضل. أستاذ فتحي إدريس. أستاذ محمد دسوقي.
سميرة عن المغرب. دكتور محمد دسوقي. أستاذ مصطفى محمود. أستاذ جمال رمضان الصحفي. أستاذ جمال رمضان. أستاذ جمال دايما بيدعمنا. دكتورة غدير جمال. دكتورة غدير جمال. دكتورة آية فؤاد. أستاذ رؤوف عبد الحفيظ. الأستاذ الكبير أنيس الزهري. دكتور حسن غانم. أستاذ محمد دكتور محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. لا. كريسي. تايوان. فنان ياسر عيد. أستاذ عمرو مختار. هو عمل تصميم الماكيت. جميل.